السلام عليكم حبايبنا الغاليين متابعين مصر المحروسة زمان وكان يا مكان في مصر زمان. كان في حكيم لجزم العيانة، أيوة، حكيم لجزم العيانة اسمه الإسكافي والسراماتي والجزماتي وكمان المراكيبي. كل الأسماء دي لمهنة كانت موجودة في مصر زمان، ولسه برضو موجودة معانا لحد دلوقتي. وفيديو اليوم عن الإسكافي اللي هو مصلح الأحذية والجزم. الإسكافي ده راجل بسيط جدا، مع مسند وجلود وأدوات بسيطة وخيوط وإبر ومسامير، وكمان معاه حتة قماش بيلمع بيها جزم الناس. وكان بيلف على الشوارع والحارات والبيوت، وبيقعد على الرصيف علشان يصلح جزم الناس. وفي منهم اللي كان عنده دكان كنا بنروح نخيط الجزم عنده، اللي يقولك تعالى شوية واللي يقولك عدي خدها بكرة وهو ماشي الحال. بس هي أكيد مهنة متعبة ما يقدرش عليها غير الغاوي. زمان كانت الجزم بتتصنع يدوي، يعني كده في الأعياد الناس كانوا بياخدوا أطفالهم ويروحوا للراجل البسيط ده عشان يفصل لهم جزم العيد، اللي بيعمل له صندل واللي جزمة واللي بيعمل لها جبجاب. الجبجاب كان بيتعمل من الخشب، النعل خشب والوش من الجلد. وطبعا كانت فرحة عند العيال، ومن كتر الفرحة العيال كانوا بيناموا حاطين جزمتهم جنبيهم عشان يلبسوها الصبح في العيد. وكمان ما ننساش ذكرياتنا مع باتا، كنا بنلبس من عند باتا. باتا دي أشهر جزمة في مصر، مين فينا ملبسش من عند باتا؟ ذكريات جميلة كانت في أيام طفولتنا، وكانت أقل حاجة بتفرحنا زمان. وكلمة إسكافي بيعود أصلها للغة السومرية القديمة اللي كانت في جنوب العراق، ودخلت المهنة بلاد العرب في شبه الجزيرة العربية وفي بلاد الشام والروم والفرس. وكمان طبعا كانت معروفة عند الفراعنة قبل أي حد. بس دلوقتي مهنة الإسكافي بدأت في الانقراض عشان في مكن حديث ومصانع. زمان غير دلوقتي، الشغل البدائي متعب وغير الأيام دي في اختراعات سهلت الصناعة وطورت من المنتج. زمان كان في حكاية مشهورة جدا عن الإسكافي والقزمين. كان في واحد إسكافي غلبان وبسيط الحال وبيته على كده وفقير، حتى ما عندوش غير قطعة جلد واحدة، وكمان ما تعملش غير فردة حذاء واحدة. راح كده بالليل بدأ يقطع حتة الجلد عشان يجهزها علشان الصبح عشان يعمل بيها الجزمة. وعشان الراجل ده كان قلبه طيب وأبيض، نام على السرير ودعا ربنا بإنه يحسن أحواله. بعدين راح في النوم، وفي الصبح لما صحي من النوم اتفاجأ بالحذاء على الطاولة، لقيه جاهز. فاندهش واستغرب باللي شايفه، يعني الجزمة كانت جاهزة ومعمولة ومش عارف يقول ايه. بعدين مسك الجزمة بيدقق فيها، لقيها معمولة بشكل دقيق جدا كأنها تحفة فنية. أخدها السوق وعرضها للبيع، واحد من الزبائن اشتراها بفلوس كتير ودفع له الفلوس، وراح اشترى جلد تاني علشان يصنع بيه جوزين من الأحذية تاني. وبرضه بالليل جهز الجلد وفضل يقطع فيه ويحضره علشان خاطر الصبح يعمل حذائين تانيين. وبرضه صحي الصبح تاني واتفاجأ بالحذائين جاهزين على الطاولة، وبرضه كان لهم زباين تانيين اشتروهم ودفعوله فلوس كتير، واشترى بيهم قطع جلد أكبر عشان يعمل عدد من الأحذية واللي هي الجزم كتير. وفضل الوضع ده فترة، والإسكافي بنى سمعة طيبة بين الناس بأحذيته الحلوة، وبقي راجل غني ومشهور. وفي ليلة قبل أعياد الميلاد قال لزوجته ايه رأيك ان احنا نفضل صاحيين ونقعد نراقب الطاولة عشان نشوف مين اللي بيعمل الأحذية وبيساعدنا. الفكرة عجبت زوجته، راحت ولعت شمعة واستخبوا عشان يشوفوا ايه اللي بيحصل كل ليلة في الليل. وفي منتصف الليل القزمين حضروا من غير ملابس، ما كانوش لابسين هدوم، وقعدوا على الطاولة وفضلوا يصنعوا في الجزم. فضلوا يصنعوها بدقة ومهارة عالية بصباعيهم الصغيرة، وشغالين خالص وموقفوش شغل خالص لحد ما خلصوا كل الجزم. وبعدين اختفوا. وفي الصبح مراته قالت له بإن الرجلين الصغيرين دول خلونا أغنياء،
فلازم نعمل معاهم الواجب ونرد لهم الجميل. هما كانوا من غير هدوم وأكيد حاسين بالبرد. قالت له أنا هخيط لهم هدوم. راح زوجها وافق على الفكرة. وفي ليلة واحدة حضرت الست اللي هي بتاعت الراجل الإسكافي، جات وحضرت الملابس بتاعت القزمين، وكمان جابت لهم أحذية عملتها مخصوص علشان خاطر القزمين. وفي الليل حط الزوجين الملابس والهدايا على الطاولة واستخبوا علشان يراقبوا القزمين ويشوفوا هما هيعملوا ايه بالهدوم. وجه الليل وحضروا القزمين عشان يعملوا بالجلد أحذية، لكن بعد ما شافوا الهدايا على الطاولة اندهشوا وحسوا بالفرحة ولبسوا الهدوم بسرعة وفضلوا يغنوا ويرقصوا طول الليل. وخلاص كده غادروا بيت الإسكافي، ودي كانت آخر ليلة ليهم في البيت عشان أحوالهم المادية اتحسنت وما بقوش محتاجين للي هم القزمين، لأن هم خلوهم أغنياء وساعدوهم وعملوا لهم جزم كتير. وكمان بسببهم الناس بقت تحب الإسكافي وتحب شغله، وبقي مشهور جدا بسبب القزمين. وخلصت حكايتنا عن مهنة كانت في مصر أيام زمان.